احتفالات وأعياد ميلاد، ماكو واحد ما يحتفل بابنه وبنته وأبوه وأمه. أي احتفالات العيد، عيد ميلاد. بس كمسلم شيعي يحتفل بأعياد خارج دين الإسلامي، هاي أول مرة شايفها بالتاريخ. ما شايف مسيحي أو يهودي أو باقي الأديان تحتفل بأي شيء العلاقة بدين الإسلام. بس إحنا المسلمين والشيعة نحتفل بمولود عيسى ابن مريم. صحيح أننا نؤمن ب124 ألف نبي، بس مو نجي نحتفل بمولود عيسى ابن مريم ونعوف مواليد أهل البيت، خاصة الزهراء، أو احتفال زواج إمام علي للزهراء وباقي المواليد أهل البيت. ليش ما نحتفل بيهم بصورة صحيحة؟ ليش يا عراق، ليش يا شيعة تحتفلون فشي ما له علاقة بالدين الإسلامي، أصلا خارج دين الإسلام؟ شنو هاي؟ ليش؟ شنو 11 هو أصلا قبل 2-3 سنوات المسيح بالعراق احترموا، الشيعة ما احتفلوا بمولود عيسى ابن مريم اللي هو كان بأيام محرم أو زيارة الأربعينيات إمام الحسين، احترموهم ما سووا أي عيادات. ليش إحنا نحتفل في الشيء ما له علاقة بالدين الإسلامي؟ ليش يا شيعة؟ ليش يا مسلمين؟ يعني كل الشيعة اللي بالعراق، مع الأسف على الشيعة اللي موجودين عايشين، أو الطبقة اللي ما تفتهم، ما داعش على اللي يفتهمون المثقفين، ما داعش على الناس اللي غير مثقفة. هسه ماكو واحد ما يعرف، ماكو واحد ما كل شيء النت موجود، انترنت موجود، واحد يستفسر من عنده. بس مع الأسف على الشيعة الموالين لأهل البيت، خلي يقولون أنا شيعي، أهل البيت قالوا لا تقولوا شيعة بل قولوا محبين وموالين. ليش واحد يحتفل في الشيء ما العلاقة؟ ماكو واحد ما يعرف أهل البيت، أئمة أهل البيت، إمام علي، إمام الحسن، إمام الحسين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احتفلوا بمولود النبي، احتفلوا بمولود الزهراء، احتفلوا بمولود إمام صاحب الزمان، سووا منبر قصائد حسينية على هذا ظهور الحجة، أي شيء سووه في شيء داخل الدين الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله.